عابدين والمحامين. عابدين والمحامين. اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد. معانا الاستاذ بدأت خوليو. بسرعه. عامل ايه؟ الناس هنا بيحبوا بدأ أسرع مما الكلام السريع. ايه الاخبار؟ الحمد لله. بس انا كاننا لسه شايفه دلوقتي حالا، مع ان انا شفته من شويه. لعبنا كام جيم فيفا. ايوه عايز ايه؟ المهم ايوه في الفيديو ده يا جماعه نتكلم على افلام من تصنيفات مختلفه. هنمسك كل جنرا نحاول نفتكر فيها الافلام اللي احنا بنحبها، افضل الافلام ممكن، ونتكلم عليها نشوف انت بتحب ايه مثلا في كل جنرا وانا نفس الكلام. حلو. فخلونا نبدا. بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه، سيب لكم قناه خوليو تحت في الديسكربشن. خلينا نبدا بالجنرا الاولى. معانا ايه جنرا إيه؟ حابب تبدا بيها؟ لا قول لي انت راجل محضر. ممكن نبدا اصل ما بركزش في الجنرالز لو انا بتفرج، فاهم؟ لو ده دخلت لقيته رعب، ده دخلت لقيته مش عارف مين، ما بختارش قبل ما اتفرج. ايه لو انا عايز اشوف. انا بحب اخترع جنرا، يعني عارف انت، بحب اعمل فكره في دماغي واحط تحتها بقى ليبل افلام كتيره قوي. طب حلو قوي. بس خلينا نبدا بحاجه بيزك نوعا ما. افلام الجريمه. افلام الجريمه بحر عندها كميه افلام مش طبيعيه. في كتير فعلا. فخلينا نبدا. ايه الحاجه اللي بتظهر كده في دماغك اول ما اقول لك فيلم جريمه حلو؟ انا اول فيلم جه في بالي دلوقتي زودياك. زودياك ديفيد فينشر. فيلم زودياك فيلم عبقري، كنت لسه بتكلم عليه في حلقه من قريب. هو فيلم مش يعني مش معتاد جريمه اللي هو فيه مجرم احنا عارفينه مش عارف مين وبتاع. لا، هو انت بتخش في الرحله مع الابطال، انت بتبقى جزء من القصه. ده الحلو فيه. انت شفته؟ شكله ما شفتوش. مش فاكره. لا شفته. فاكره بس لسبب ما الافلام الجريمه اللي النهايه ما بيتمش حسمها بحس ان انا بنساها بس ما هو عشان القصه في الحقيقه كده. دي قصه حقيقيه فعلا. ما هي القصه في الحقيقه كده، فكان لازم ينقلها زي ما هي اعتقد يعني. بس الحلو فيه زي ما بقول لك انك بتبقى جزء من الابطال وانت بتدور معاهم، بتشك معاهم هل ده هو فعلا المجرم ولا دوت على حسب الادله، فاهم؟ فده الحلو في الفيلم ده. انت ايه الفيلم اللي جه في بالك؟ انا بصراحه بمجرد ما اقول كده جنرال الجريمه بفتكر 7. 7 برضه. أيوة يعني صح. بحس 7 بالنسبه لي هو الفيلم اللي شفته في فتره اول ما اتفرجت عليه. براد بيت ده مش الممثل اللي شكله حلو، اللي انا لا، براد بيت ده هيعمل افلام مش طبيعيه. فدايما اول ما اقول جريمه مرتبط عندي اداء كيفن سبيسي الخرافي في الفيلم. اكيد فيلن جامد قوي، وكمان النهايه مش متوقعه، والنهايه كده ايه، انت ما بتشوفهاش ان هي جايه، فاهم؟ ما بتشوفش ان ممكن المخرج يرمي الكارت ده يقول لك خلاص انا هعمل كده، واللي هو المشاهد بقى. شفت فيلم 7 ده في السينما. في السينما كان نزل في زاويه في فتره اتفرجت عليه. والتجربه اختلفت كتير. هو اي تجربه فيلم في السينما بتختلف طبعا، بس هو فيلم 7 مش من المفضلين عندي لديفيد فينشر. يعني مش من توب 3 يعني. لا ما افتكرش. ايه ترتيب ديفيد فينشر بالنسبه لك؟ توب 1 فايت كلاب رقم 1. فايت كلاب طبعا. تاني واحد ممكن يبقى سوشيال نتورك. ده فيلم عبقري. ذا سوشيال نتورك. بس احنا بعدنا قوي عن فورمولا بتاعت ديفيد فينشر افلام الجريمه. ما ده الحلو ده ان هو عارف بس على فكره يبان ستايله فيه. لو انت اتفرجت فيها تحس بالديفيد فينشريه في الامر. بالظبط. عبقري كسيناريو وكاخراج، وفي المس كتير قوي حلوه قوي من ناحيه حكايه القصه. شايف الشخصيات عامله ازاي والقصه حقيقيه، ففيلم انترستنج كده. رقم 3 زودياك. يعني زودياك هو ايه تاني؟ فكرني معلش تاني ديفيد فينشر عمل ايه عشان حاسس في حاجه تايهه. ديفيد فينشر عمل يعني اجدد فيلم ليه ذا كيلر، ده من اسوأهم يعني. فبس هم دول. فسيفن مش عارف، ما عنديش مشكله معايا. بس هو تمام يعني. بس انت عادي، ده تفضيل فيلم يعني. بس ملاحظ ان احنا اول ما قلنا افلام الجريمه هو قال زودياك وانا قلت 7. نفس المخرج ديفيد فينشر هنا شكله مسيطر على فكره فعلا. ده حقيقه بجد. افلام الجريمه تحس ديفيد فينشر هو شويه رائد للمدرسه دي شويه. التصنيف التالي افلام MBC 2. افلام MBC 2 ده تصنيف جديد كده انا اخترعته حاليا. بس بقى خليني افهمك. انت في وقت ما كنت بتعدي من قدام التلفزيون تشوف فيلم شغال على MBC 2، مش لازم يبقى فيلم جامد قوي، بس فيلم انت بتحبه مرتبط معاك بMBC 2. ده تصنيف. انا بالنسبه لي لو هيجي في دماغي فيلم مرتبط بMBC 2، افضل فيلم كان بيتعرض في الفتره دي كده كنا بنشوفه زمان ترانسفورمرز. فيلم MBC 2 10 من 10 مثلا. بس انا محتاج افتكر يعني. اصل انا لما بسويتش على MBC 2 والاقي مثلا فيلم انا ما اعرفوش ما بقعدش اتفرج، لان هم على الاغلب بيبقوا جايبين افلام بوب كورن. ما هي بس اللي ممكن افتكره مثلا دي ماتريكس. بس هو كان بيتعرض فعلا على MBC 2 في فتره اعتقد شفته في مره على MBC 2 دي ماتريكس. اعتقد ان انت ممكن تحطه. انا شفته بس على قناه كانت بتنافسها، اللي هي طلعت فتره وبعدين كانوا كل شويه يقفلوها. اسمها توب ماجيك حاجه كده. طلعت فتره وبعدين قفلوها ورجعت تاني بالانجليزي.
زي منافسه كده بين بين سبورت دلوقتي واس بي سي. اقول ايه عن ماتريكس صباح الفل. تصنيف بصراحه ذا ماتريكس كده تتفوق على اغلب الافلام اللي كنت عارض ام بي سي 2. صباح الفل. بس كان في شويه افلام حلوه، تصنيف غريب قوي. كان في شويه افلام حلوه على ام بي سي 2. طب ايه فكرني، ما انا ممكن يعني كان بيتعرض افلام زي ريل ستيل، كان بيتعرض افلام الملاكمه. تعرف ان انا مره شفت على ام بي سي 2 ودي مفاجاه يعني، فيلم ذا وولف اوف ذا وول ستريت. على ده ده كان 10 دقايق حاجه كده يعني. بس بجد اتعرض في مره يعني، شفته في مره على التلفزيون. بس ده الرؤيه الاخراجيه تلاقيها اتعدمت لا صباح المانجا يعني. بس ده من زمان. صباح المانجا ده لا من فتره يعني. تلاقيك لما رجعت مثلا تتفرج على الفيلم ده تاني، تقريبا ده كان كليب مثلا كان بيتعرض على ام بي سي 2 مثلا، مش الفيلم اكيد يعني. بس ما افتكرش ان انا مش من جيل التلفزيون قوي يعني، ما كنتش بقعد اتفرج على التلفزيون. هتلاقي بقى ساعات الكرتون وكده. انت عندك كام سنه؟ عندي 22. 22 سنه؟ اخيرا يا جماعه بجد انا مبسوط قوي ان انا في حد معايا في القناه بقى اصغر مني يا جدعان. انت عندك كام؟ 23. انا 23 يعني خلاص بقى اكبر بقى اهو، لقيت حد اكبر مني. خلينا نخش على افلام الانيميشن. انا مفتقد لافلام الانيميشن وانا طفل. اوكي. طب انت هتتكلم بقى من هتختار على دلوقتي ولا من وانت طفل؟ يعني انيميشن عامه ولا انيميشن واحنا صغيرين؟ للاسف وانا طفل ما اتفرجتش على اهم الافلام اللي كان لازم اي طفل يشوفها. اوكي. يعني ما اتفرجتش على الفار الطباخ، ما شفتوش وانا صغير. والله مش عارف ايه السبب او فعلا ليه ما حصلش ده. بتفرج عليه لحد دلوقتي. انا اول مره في حياتي اتفرج على الفار الطباخ كان السنه دي. عارف انت لما تبقى كبير كده وداخل في الاتوبيس والاطفال فاهم ماشيين وانت بتحاول تلبس انا معاكم، بس لما شفت الفيلم ما حسيتش بالشعور اللي الناس قد ايه الفيلم حلو. طبيعي. اوكي. لان انت الفيلم افلام الطفوله دي على قد بتبقى متعلقه معاك وانت طفل بذكرياتك معاها، بالبيت بالجو، مش الفيلم نفسه. أوكي. فدي انا متاكد منها. علشان كده انا مرتبط بافلام طفوله تانية مش ناس كتير بقى مرتبطه بيها. انا بحب قوي افلام كارز. بعشقها وعندي سويت شيرت لايتنج ماكوين بجد مش طبيعي. منطقي اكيد بقى كنت تطر وتشوم كتير بقى. وبشوف كده عربيات بتتكلم خطيرين بصراحه. وانا بتفرج حاجات كتير قوي يعني، كتير قوي ممكن يبص ممكن 17 مره وبتفرج عليه بقى كل سنه كده، بقعد اشغل السلسله كلها. وعلى قد ما انا مش مبسوط بالفيلم تيجي تقعد تفتكر كده، تحس عقلك بيعمل فلاش باكس ليك كانك انت طفل قاعد قدام الشاشه، تفتكر بقى شكل البيت، اصوات الحلل اللي في الخلفيه اللي بتتعمل، الشوربه اللي بتجهز. بجد انا بحب قوي الكارز. جامد. انا عايز اقول لك انا ممكن اختار افلام كتير قوي. شفت كل الافلام بقى، شفت بقى التوي ستوري ومش عارف والكارز شفت كل الحاجات دي مئات المرات. بس في فيلم عايز افتكر اسمه، لانه الفيلم ده انا كنت بحس ان انا هبقى زي الواد اللي البطل بتاعه، او كنت بخطط ابقى زيه يعني. استنى والله ظهر. ايوه اهو اسمه ايه، استنى. ميت ذا روبنسونز. انا سمعت ايوه انا عارفه. عارفه. ايوه هو يبقى ظاهر برضو البوستر، انا عارفه. ده عبقري. هو طلع عبقري في الفيلم يعني. انا بس انا ما شفتوش. انا شفت منه كليبس، كنت بحب الكليبس بتاعته. الولد ده شاطر. انا بعشقه يا لهوي. ده انا بجد كنت بفكر اقلده يعني. هو كان في اختراع في الفيلم كده هو بيحاول يعمله عشان يرجع اللي ذاكرته في الماضي ويسافر بالمستقبل. هي كانت قصته اصلا وحاجات كده. كانت قصته ان الطفل ده مخترع من هو صغير وفي دار ايتام وحاجات كده، فبيحاول ان هو يرجع يشوف والدته اللي سابته قدام الملجأ حاجه كده. ففي الرحله دي بقى بيسافر للمستقبل وبيشوف نفسه هو كبير ومش عارف ايه وقصص كده. طبعا وانت طفل دي بالنسبه لك لا انا كنت بفكر اخترع نفس الجهاز. انت مش متخيل. انت عديت المرحله فاهم، عديت ان انت مش حتى خلاص انا ده. ده بجد. فبعشقه يعني، ومش ناس كتير تعرفه. ميت ذا روبنسونز. بس عارف من التصنيفات اللي هي انا ما بحبش ان حد يقول عليها فيلم وحش ايه افلام الطفوله. يعني انا بستغرب قوي ان مثلا لما اتكلم عن حد يقول لي بيكسر كارز مش من اسوأ افلامها. فانا يعني انا هنا مش بتحكم على الفيلم بجوده واخراج. انت اصلا لما تتفرج عليه دلوقتي مش هتركز. انت مبسوط بالحاله. مش هتركز في حاجه يعني. الحاله اللي انت بتتفرج. يعني انا من اسبوع كنت عايز اتفرج على فار الطباخ جدا بس ما لقيتوش عني، مش عارف ليه. ساعات نفسي اتفرج على فار الطباخ. ايوه ساعات فعلا انت عايز كده تضرب الحنكه السينمائيه برجلك كده وتقعد فاهم تفرش وشغلوا لنا كارز، شغلوا لنا الفار الطباخ. ايوه. هنا بقى معانا جنرا افلام التينيجرز. يعني ايه؟ اشرح لي. الافلام اللي بتتكلم على مراهقين وانت اتفرجت عليها وانت 17 سنه. لا بص يعني اصل انا هقول لك، اصل انا 17 سنه 17 سنه انا كنت بتفرج على ايرش مان. 17 سنه تتفرج على ايرش مان يا ايرش مان ونايفز اوت والجوكر وحاجات كده.
اقول لك انا ايه الفيلم اللي بالنسبه لي هو جيلتي بليجر، بس انا كنت بتفرج عليه قوي في الفتره دي. يعني هو مش تويلايت اكيد يا جماعه، مش هوصل للضحاله دي من مش اكيد، لا. بس انا في فيلم 17 اجين، عارفه 17 اجين؟ لا ما اعرفوش طبعا. بص مفيش حاجه بالاسم ده. الفيلم ده برضو كان بيتعرض على ام بي سي 2 وانا كنت ساعات بقرر كده قرار راجل ان انا هخش اشوف الفيلم ده من نفسي، كان مش لاقيه شغال بالصدفه. فيلم 17 اجين ده فيه عارف الممثل اللي هو زاك افرن، الممثل اللي هو اتشهر ان هو ايوه فهو ده كان ساعتها صغير شاب. فالقصه يعني ان هو الراجل ده هو ومراته بقى متطلقين ومش عارف ايه، فجاه بيحصل حاجه، بيصحى من النوم بيلاقي ان هو راجع شاب تاني وكان شكله حلو بقى زمان ومش عارف ايه. فبيبدا يروح المدرسه اللي بنته فيها وهم في نفس السن، هو الوحيد اللي صغر. فبيروح للمدرسه بيلاقي بنته بقى مصاحبه واحد ورايحه معاه مش عارف ايه، ويلاقي ابنه الناس بتتنمر عليه بقى ومش عارفه ايه، ومراته هتتجوز واحد تاني. جميل. فهو بيحاول بقى يعيد الحاجات اللي عملها زمان ويعلم ولاده الحاجات دي. ومراته بقى تقابله تاني في الكليه وتقعد تقول ده انت شبه جوزي وهو صغير، ده انتوا نفس الشبه. فانا عارف ان الفيلم انت شفته مش مكشوف من نفسك؟ لا هو الفيلم يعني عارف انت لما نقول فيلم هابط، هو فيلم هابط بس انت مش عارف ليه كده ما بتتضايقش منه. طب حلو قوي. فده كان في فتره ما بصراحه انا مش عارف، حاسس ما اقدرش احط فيلم في الفئه دي، بس ممكن نحط لو هنتكلم عن افلام مراهقه ممكن نحط فيلم بوي هود. عارف بوي هود؟ لا. تعرف بوي هود؟ بتهزر ازاي؟ لا والله مشهور فشخ فيلم بوي هود. بيتكلم عن هو حرفيا رحله طفل من وهو صغير لحد ما بيكبر. الفيلم اتصور في 12 سنه. بوي ده بجد هو نفس الطفل الصغير اللي كان في الاول هو نفس الشاب الكبير اللي في الاخر الفيلم. صوروا على 12 سنه بجد. يعني صوروا الجزء الاول ولا هو مفيش جزء؟ هو فيلم اتصور على 12 سنه. ده بداوا انتاجه ده بداوا انتاجه والواد صغير، وبداوا لما كل ما الواد يكبر نصور شويه، يكبر شويه نصور شويه، واتعرض بقى في ده بجد والله تقريبا 2015 او 2000 حاجه كده. فبيحكي بقى عن فترات النمو ديت، وهو فيلم حرفيا من غير اي حبكه، مفيش قصه، الواد بيكبر وشويه احداث بس هم بيشيروا ان الطفل بيكبر. ونفس فيلم 3 ساعات ورهيب يعني، خطير خطير خطير، بس هو بدون حبكه. يعني لو حد مستني حاجه من القصه وهو بيتفرج مش تستنى حاجه، تلاقي الطفل بيكبر تعيش حياته، امه مش عارف ايه، ابوه متطلقين بيتجوزوا بعد كده، هو بيكبر، صحابه بتاع كده يعني. بس لذيذ موت يعني. ما تفهمش من كده ان هو ممل او حاجه كده. بس هي الجنرا دي احنا مش مستنيين منها افلام يعني ماستر بيسز، فممكن نحط الفيلم ده يعني. افلام لذيذه بس يعني افلام العصابات او المافيا. افلام مافيا. ابدا انا؟ ابدا انت. لا اصلا افلام العصابات انا بعشق افلام المافيا الايطاليه بالتحديد يعني. فده بالنسبه لي العصابات. سيبك بقى من عصابات تانية، العصابات عامه لا، العصابات المافيا الايطاليه دي حاجه تانية. ولا دي جنرال كنت حاططها؟ لا مش جنرال، نفس الجنرال. ما خلاص بقى. كل 4 افلام شبه بعض يعمل لهم جنرال. افلام العصابات انا شفت منها كتير جدا، بالذات العصابات الايطاليه او المافيا الايطاليه انا بعشقها الصراحه، بحب الجو بتاعها جدا ايا كانت عن ايه يعني. وهي خد بالك مختلفه يعني وغنيه جدا 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 يعني. هتلاقي مثلا جزء واخدين مش عارف حته العائلات المافيا وبيمشوا امورهم ازاي ومش عارف. بس انا ملاحظ ان اغلب الافلام اتكلمت على العائلات. لا بيتهيألك ده الجزء المشهور بس عشان هو اكتر جزء روش كده. لكن هتلاقي في جزء بيتكلم عن الناس مثلا ان هم ماسكين البارات بس، فاهم؟ الطابور الخامس اللي هم الناس اللي ورا المقدمه مثلا حاجه كده. وبيبقى بقى في صراعات جانبيه كده، مثلا العيال اللي في الشارع اللي هم شايفين الناس العصابات دول قد ايه جامدين فعايزين يبقوا زيهم في المستقبل مش عارف ايه. في اصلا جنرا تاني او مش جنرا، اقصد نوع تاني من الافلام بيتكلم عن المافيا في الوقت الحالي شكلها عامل ازاي. انه اكيد هي لسه موجوده بس الشكل اتغير، والشكل متغير قوي. الهويه هتلاقيها اتغيرت اصلا. مش متغير، ما فيش بقى البدل الحاجات دي. في ناس بقى اللي هم بقى باسلحه وصايعين فشخ وتاتوهات وحاجات كده. فجنرا غنيه جدا وقصصها يطلع منها كتير جدا جدا جدا، وتقدر تلعب بيها على مستويات كتير. انا بحب فيلم ايه او ممكن انا في مليون فيلم طبعا في دماغي دلوقتي، بس ممكن تختار كذا فيلم، انت فيلمين او ممكن احط جود فيلس. فيلم جود فيلس ده تحس اول ما بتقول كده الجنرال اتكلم على العصابات. هو جود فيلس. انا بالنسبه لي برضو انا ده اكتر فيلم بحبه، او اكتر فيلم اتفرجت عليه اكتر مره. انا بصراحه لما باجي اتفرج على افلام العصابات او المافيا بشكل عام ما بعرفش ان انا اعيدها كتير. يعني بحس ان انا اتفرجت على مره واحده خلاص عرفت. شفت جاد فازر 3 اجزاء 6 مرات ما عدا جاد فازر. لان جاد فازر من الافلام اللي عارف انت لما يبقى فيلم حاطط لك تحدي ان انت اول مره تشوفه انت مش شايف ان هو قد ايه عظيم، بس انت عارف ان في نوليدج انت محتاج تريسيرش وترجع تتفرج تاني. محتاج لسه تبقى ملم اكتر، فبعدها بفتره بترجع تتفرج عليه تاني فتكتشف النظريه دي صح. انا مش بحس قوي كده، على قد ما بحس انك محتاج بس تركز يعني. محتاج
في مشاهدتك الاولى تكون بس ملم باللي بيحصل بالاحداث، لان افلام المافيا اغلبيتها كده مليانه احداث كتيره جدا. انت لو وقع منك حدث منهم هيقع منك ايقاع الفيلم، فهتبقى ماشي في القصه مش فاهم حاجه فهتزهق، فاهمني؟ يعني ده اللي بيحصل مع اغلبيه الناس اللي بتتفرج على افلام مافيا. هتلاقي مثلا الناس امثال فاروق دياب بيقول لك انه جاد فازر فيلم ممل. ليه تصريح ليه ريل مشهور فايرال على التيك توك قبل كده، جاد فاذر فيلم ممل. انت شفتش الكلام ده؟ ما بيحبوش. هو قال لي مره صدفه، بس يعني ما بيحبوش انا ما بقدرش، يعني انا اتفهم الراي ده بس ما بقدرش اخده. لا انا ما تفهموش، انت تفهمه دي حاجه بتاعتك. انا عادي بصراحه، انا بتفهم كل الاراء، لان برضو وارد في اي وقت يبقى ليك راي، بس هو برضو بيبقى محتاج اسباب، محتاج تقول لي ليه انت شايف جاد فاذر ممل. ما هو قاعد يعمل كده يعني الفيديو في اسباب بجد بتبقى منطقيه. مثلا انا لو حد قال لي انترستيلر فيلم سطحي بتفهم السبب. انا مش بقول لك الفيلم بنظريه فيزياء وكده، بس بتفهم السبب. فلو حد قال لي جاد فاذر ممل هحتاج اعرف منك سبب، وعادي اتفهم، دي اذواق في النهايه. احنا رايحين له دلوقتي ونتناقش في الاسباب عادي جدا. بس كنت بقول لك يعني في النقطه دي في حته التركيز وان انت تتفرج عليه اكتر. بحس ان هي بس محتاجه ان انت بس تحط نفسك مع بس هي انت لو مش شاري مثلا عالم جاد فاذر مش هتكمل والله، حتى لو ركزت انت مش هتبقى مهتم قوي. ممكن فدي مشكله في افلام العصابات، ان في مثلا شخص داخل عايز يشوف مثلا قصه اللي انت قلت عليه من شويه، الطفل اللي هيبقى صغير بعدين هيشوف الناس الكبار وعايز يبقى زيهم. زي فيلم جود فيلس. دي التركيبه. في واحد داخل يشوف القصه دي، لو دخل لا مثلا عصابات قاعدين على ترابيزات والوضع بقى جدي لا. في فيلم اسمه برونكس تيل. برونكس تيل عارفه. شفته شفته زمان. ده مثلا يعني قصه برضو افلام مافيا بس على سكيل صغير، اللي هو مثلا شخصيتين والاتنين بيشدوا مع بعض، وفي النص طرف ثالث، الاتنين بيتخانقوا عليه، اللي هو ابو الولد والزعيم العصابه والولد ذات نفسه. فانت بتشوف الصراع ده، تبقى قلقان خايف لا يحصل كلاش، فالولد هيعمل ايه، فبتعيش بقى مع القصه دي. فيلم برضو خطير. بس انا اختار يعني جود فيلس، واختار جود فيلس كمان على جاد فاذر، لانه ممكن تركيز اكتر على الهدف اللي احنا بنتكلم عنه. تحس جاد فاذر هو عالم كبير، العصابات حكايه منه من ضمن الحكايات، في حكايه عيله، في حكايه اخوات مع بعض، يعني شويه بس بحس انه جود فيلس حقيقي اكتر، على طبيعته اكتر. بحس جاد فاذر منمق كده، زي لابسين هم لابسين بدل فعلا، حسسك بالجو بقى، المزيكا مش عارف ايه، فخامه بتاع مش عارف ايه. جود فيلس شوارع شويه، حتى في ايقاع المونتاج بتاعه، في حواراته، في الفويس اوفر اللي شغال. انت كده طلعت جنرا افلام الحوارتجيه. فجود فيلس. دخلنا على واحده من اكتر الافلام اللي انا بحبها، الافلام اللي بنهايات غير متوقعه. اديني بقى في البلوت تويست بقى. هحاول، انا عايز افتكر حاجه غير تقليديه. حاجه غير تقليديه عادي ممكن نقول لك لا زي يوجوال سسبكتس، حاجه غير تقليديه. خليني اقول لك، فاهم يعني؟ ممكن اقول لك، قول لي انت. واحد من اكتر الافلام اللي نهايته كده علقت، انسوندي. ايه انسوندي؟ واحد من اكتر الافلام اللي نهايته الفريم بتاعها ثابت في دماغي. طب تصدق انا هروح معاك مع الاختيار ده، مش هدور. مش هتختار حاجه تانية؟ لا انا لسه اصل انا اتفرجت على الفيلم ده، صح؟ تحس الفريم لسه ثابت. انا عامل حلقه عن الفيلم ده، شفته كتير جدا، شفته بتاع 4-5 مرات ولا حاجه. لان انا عملت عنه حلقه. انا اي فيلم بعمل عنه حلقه يعني، وحلقه كامله عن الفيلم كذا مره بتتفرج عليه. بتفرج عليه كتير ورا بعض يعني، كتير ايام بقعد اتفرج على الفيلم ده. بس بحسها حاجه ان حد يتفرج على فيلم كذا مره عشان يتكلم عنه. دي مش سهله خالص. ليه؟ انا ما اقدرش ان انا لو هتكلم على حاجه ممكن اعمل لها ري واتش مرتين لو الحاجه بجد انا محتاج اعرف منها شويه تفاصيل زياده. بس ان انا اقعد كذا يوم بس الفيلم ده، دي دراسه. دي بحسها ان انت بتروح بقى الجانب بعد اذاكر الفيلم يعني. فالفيلم ده فيه مشهد انا فاكره كويس جدا، لما كان الولد كانت الاخت داخله عليه كده، وكان بيقول لها مش عارف 1 زائد 1. لما صوتت، لما قالت ما صوتتش. الشهقه دي بتقتلني حقيقه فشخ. اكتر مشهد بيشعرني في الفيلم بجد والله، وشعور رهيب يعني، خطير طبعا. انا اكتر مشهد بجد كده في الاخر خالص في حمام السباحه، بس لمده 5 دقايق. خطير. بس في افلام تانية كتير قوي في الجنرا دي. انا بقول لك بقى، ما انا مش عايزين حاجه غير تقليديه. بعشق قوي ذا سيكث سنس، بعشقه. ما شفتوش. اوف، ما شفتوش. ايه؟ ما شفتوش والله.
وبتقولها عادي بجد؟ انت مفوت على يا نفسك. جدعان، لا حاجات كتير قوي مفوت على نفسك تجربه حلوه قوي. ما انا بقول لك خصوصاً لو شفت الفيلم- اونسون دي 5 مرات، بس- عندي وقت اشوف. لا الفيلم ده ما بالك بقيه الافلام ده. الفيلم ده اتحرق لك؟ لا خالص. يبقى لازم تشوفه. حاضر، انا ناقصني افلام كتير على فكره، خد بالك. هي خلي بالك انا بحسها، تعولش عليا. انا بحسها مش واجب، اصل هي مش بكتر مشاهده الافلام ما بالظبط يعني خالص يعني. ممكن اجيب لك افلام وممكن سمعت عنها ولا بقى. انا مقتنع بده. وريني بقى. خلينا نروح مع افلام الفانتسي. اظن انا واضح انا هختار ايه، ولا انت عمرك ما عرفت؟ انا ايه هتختار ايه؟ ما اعرفش. لورد اوف ذا رينجز عندي شفتوش. لا 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 هنكنسل الحلقه كده. لا 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 ما شفتوش يا بعمل لك ايه؟ لورد اوف ذا انا رينجز. قلت لك يا ابني انا هو انت اتفرجت على هاري بوتر؟ لا. لا طيب منطقي يبقى ما شافش لورد اوف ذا رينجز. طيب يا سيدي، لورد اوف ذا رينجز بيحكي عن رجل شرير. لا بس ناوي اشوف هذه السلسله يعني، انا اعتقد انها سلسله عظيمه. لورد اوف ذا رينجز انا عندي الروايات بتاعتها كلها هنا. يا سلام عليك. ليه بقى؟ انا عمري ما عملتها ان انا مثلا اتفرج على فيلم واروح اقرا، لان انا بالنسبه لي الفيلم امتع بكتير من القرايه بصراحه. فان انا احط نفسي ان انا تحدي ان انا اقرا كتب كبيره قوي، كتب لورد اوف ذا رينجز دي لتولكن. اوكي. فشريت السلسله كلها وترجمتها، و6 كتب عاملين تقريبا فوق ال1000 صفحه. تحس ان انت مليانه تفاصيل ما كانتش موجوده في الافلام. فانا قعدت اقراها، دي اول مره ان انا استمتع بقرايه واتخيل العالم ده، وانا ما بعرفش اتخيل من القرايه خالص يعني. انا شخص بفقد حته الايماجينيشن. فلورد اوف ذا رينجز من اكتر الكتب اللي قريتها ومن اكتر الافلام اللي اتفرجت عليها في حياتي. انا ممكن اختار فيلم دون قوي. ده تقريبا الوحيد بقى اللي انت شفته عشان كده اخترته. لا الواحد اللي افتكرته، لان انا ما اتفرجش على افلام فانتسي او ما اعرفش يعني. هو الفانتسي يعني ايه؟ ما انا ممكن اكون شفت حاجات غريبه فتصنف فانتسي وانا مش عارف ده، فاهم؟ هي الفانتسي اي حاجه فيها سوبر باورز، فيها حاجات قصص خياليه، فيها سحر، فيها ايوه سفر فوق في السماء، الحاجات كده اللي هي هو دون الصراحه فيلم عبقري، وده فيلم برضو اتفرجت عليه كتير بتاع 6 يعني مرات باك تو ذا فيوتشر ممكن يتصنف فانسي وخيال علمي بجد. طب يعني. باك تو ذا فيوتشر انا بحب باك تو ذا فيوتشر، وشفت برضو الافلام دي كتير قوي، لان انا زمان خالص 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 قبل ما كل اللي على اليوتيوب يتولدوا كنت عملت عنه حلقه. باك تو ذا فيوتشر بس مش موجوده دلوقتي يعني، عشان لو حد هيدور عليها مش هنعرف نسبه اللي انت قلته ده. ايه؟ مش هنعرف نسبه الحلقه. انا في حاجات انا مسحتها انا من زمان قوي، من 5 سنين ولا 6 سنين. انت موجود من الزمن ده؟ انا من 2019 مع الجائحه. انت قعدت في البيت اعمل فيديوهات بقى كتير بقى. انا من زمان يا عم، من قبل ما يكون في ريلز. عالم الريلز طلع في 2021. الشاشه ابيضت واسودت. فاحب باك تو ذا فيوتشر جدا، بس اختار دون عبقري جدا. وخد بالك انا قريت الروايه. قريتها قبل الفيلم ولا بعد؟ لا بعد، عشان كنت بعمل حلقه عنه. قريت الروايه، خطيره. هل الروايه في فرق بينها كبير وبين الافلام؟ انا ما شفتش الروايات بس انا بحب الافلام. مش خد بالك فرق مش عميق يعني، بس يعني الروايه طبعا مختلفه عن الفيلم اكيد، بس مش فرق مش خطير يعني. بس الترجمه الفيلميه ممتازه. وخد بالك الروايه ليها كذا جزء، مين انا ما قريتش كل ده لان هي سلسله كبيره جدا. بس يعني طب انا كنت هسألك سؤال مهم قوي، كنت اساله عليك نسيته ولا ايه؟ عايز اسالك اخد رايك في حاجه حلوه قوي. هل شايف السينما اتغيرت بعد الريلز والتيك توك ولا ملهاش علاقه؟ لان انا حاسس ان في علاقه بينهم. قطعا اتغيرت بشكل الاحسن ولا اوحش؟ هل حسنت هل خلت المينستريم يبدا ان هو يفهم الافلام اللي كانت بتتسمى افلام مثقفين، ويبدا ان هو يروح يتفرج عليها عشان هي اترشحت له فريل او حد بسطها له فريل؟ لا ما هو بص ده شق وده شق تاني. لو انت بتتكلم عن انه السينما القديمه تاثرت بان هي ابتدت تتعرف، او انه الصناعه ذات نفسها او الافلام اللي بتطلع الشكل الحالي اتاثرت، تقصد انهي؟ لا انا بتكلم على العلاقه بين المشاهد، الناس اللي بتتفرج على افلام، والصانع والثقافه بتاعتهم ناحيه السينما. انا ماليش دعوه بالصانع ولا المخرج ولا المنتج، انا بتكلم من ناحيه الجمهور. عن شكل الافلام. لا مش شكل الافلام، الجمهور نفسه. هل الجمهور نفسه بدا ذوقه يدرك افلام مختلفه اكتر، يبدا يتفرج على افلام من السينما الايرانيه، افلام من الكذا، لانه بدا يسمع عنها والله اكتر؟ يعني طبعا اكيد. يعني دي ميزه وعيب في نفس الوقت، لانه في اعمال فنيه بيتم تقديرها من ناس معينه قبل السوشيال ميديا كانت الناس دي بس اللي بتتفرج عليها. لو حد حب يتفرج عليها هيتفهم يعني، ممكن يستقبلها بشكل معين. انما دلوقتي الموضوع مختلف شويه. انت مثلا واحد بيفضل افلام السوبر هيروز، اترشح له فيلم طعم الكرز ايراني مثلا ولا حاجه، هيشتم في الفيلم بقى، فهيبان اهبل، هيجيب الكلام لنفسه. فدي طبعا مشكله، لانه الافلام دي قبل السوشيال ميديا كانت عادي معموله ليها ناس مقفوله عليها.
انما بقى مع الانتشار ومع الكلام الكتير ده كله، فكله بيخش في بعض، تلاقي ده مش عارف بيجيب لك فيلم منين وده مش عارف جاب لك فيلم منين، فتخش تتفرج فتحس انه يعني مثلا الايام دي الفيلم اللي الناس بتتكلم عليه كتير قوي، في الفيلم بتاع سنتيمنتال فاليو. سنتيمنتال فالي شفته فيلم عظيم عظيم عظيم. في بوست فايرال الايام دي بيقول لك مش كفايه بقى بترشحوا لنا افلام ممله مثلا، فاهم؟ ومع ان فيلم مش ممل، الفيلم ده انا شفته سينما عموما، فيلم ممتع 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 ممتع، فيلم خطير، ولو انت خطير. بتحب السينما هتبقى كمان حاسس نفسك في فيلم خطير 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 خطير. فده المثالي. طبعا الموضوع اثر، يعني اثر، وحتى اثر كمان عشان بس النقطه دي، اثر على صناعه الافلام ذات نفسها يعني. بس اقول لك قبل ما نخش على موضوع صناعه الافلام اللي نتكلم عليها، بس انا شايف ان تاثيرها زي ما انت بتقول هو ممكن يبقى عيب ان حد يشوف فيلم يقول عليه ان هو ممل وهكذا، بس ايه المشكله؟ طب ما انت كده بتوسع الدايره، وناس كتير هتشوف الشخص ده اللي بيقول على الفيلم ممل، فهتبدا ان هي عايزه تروح تتفرج عليه وتكون انطباعاتها. ممكن يطلع من الفيلم يقول لك ده فيلم عظيم فعلا، ويبدا ان هو يتذوقه زي ما بيقول. على حسب بقى، يعني على حسب اذا كنت انت كشخص امعه فاهم بتمشي ورا اراء الناس فهنا نتكلم. انما لو انت شخص عادي بتتفرج، اراء الناس مش مهمه بالنسبه لك، اكيد بتسمعها بس تاخد انطباع اللي هو يعني ما الفكره بقى لازم. المنصات فتحت ان كل الناس بقى تقول رايها. طب ما دي حاجه حلوه. مشكله يعني دي ليه مشكله؟ ليه بشوف فعلا الناس بتشوف ان دي مشكله؟ ليه طول ما بيقول رايه دي مشكله كبيره فشخ بجد؟ ليه اي حد ما حتى انا عارف انت ممكن تسمع اراء اللي هو ليه بتحس ان مش لازم تكون مؤهل عشان تقول رايك، ولا انت بتشوفها ان انت عايز بس اسباب منطقيه على الاقل، هو يقول لي انت الفيلم ده وحش بالظبط. يعني انا بحب لو في اراء هتتقال يبقى في مساحه للنقاش، انما لو انت هتقول رايك فاقفل بقى، يعني اقفل ان انت رايك ده ينزل ما حدش يتناقش معاك ما دام انت ما عندكش اسبابك، هي مجرد احاسيس، فاهمني؟ لو انت ما عندكش اسبابك خلاص نزل رايك في الكومنتات، ما حدش يكلمك. مع ان بشوف المخرج اللي بيعمل فيلم، ما هو برضو غصب عنه الفيلم بيتلاقى عليه اراء من كل الشرايح، حتى لو هو مثلا منزل الفيلم ده لفئه معينه. اكيد هو برضو اكيد انا مش بقول لك ما تخليش الناس تتكلم، بس اللي هو زي ما بقول لك ما دام في مساحه للكلام هيبقى في مساحه للنقاش. هتيجي تناقش معايا مش هلاقي نقط قويه انت بتتكلم فيها، خلاص ما هتعرف ان خلاص بقى مش هعمل حاجه يعني. بس طبعا لا، يعني كل واحد يقول رايه براحته يعني هو يا جماعه بيقولها كده ايه، مش كل واحد جاب له كاميرا ومايك يطلع يقول لنا اسمع يا عم بقى بطل تبوظ السيجمنت. عامة خليه براحته يا جماعة، الراجل كتر خيره ان هو جاي يصور اساسا. هو ده يسمح لي يعني ايه افلام عباسيه؟ عشان افلام عباسيه حاسس ان انت مخترع الجنرال دي. انا فعلا مخترعها. افلام عباسيه بالنسبه لي مرتبطه بافلام الجي ريتشي، بالافلام اللي فيها احداث سريعه خبط ورا بعض مش مرتبطين ببعض، زي مثلا فيلم ايه بالنسبه لي، ذا جنتلمان كنت اتفرجت عليه، ده فيلم عبسي حلو، فيلم عبسي معمول حلو، زي فيلم سناتش. من اكتر الافلام اللي انا بحبها وبحب اتفرج عليها كتير. النوعيه دي من الافلام كلهم لنفس المخرج. يعني انا مش عارف انت ازاي غافل عن هذا الفيلم. فيلم تقريبا انت عامل الجنرا دي عشانه تقريبا، Everything Everywhere All at Once. في ابس من كده ما افتكرش فيه. انت شفته؟ انا الفيلم ده تجربتي معاه غريبه. ليه؟ انا اتفرجت عليه بدات اول ربع ساعه بصراحه. ايوه ما حسيتش ان انا مشدود، ودي نادرا ما بتحصل ان انا اطلع من فيلم بعد ربع ساعه بس. مشكلتك ما انت ما كملتش. ما عارف انت لما لو كملت هتاخد. عارف انت لما تيجي تتفرج على فيلم وفي مثلا حاجه تحصل بعدين، انا اصلا ما كنتش عارف، انت لسه تفاعلت اتعلقت بالقصه. جميل قوي. ففي مشكله قوي ان انت لما بتخرج من فيلم كده واللي هو انت ما لحقتش حاجه حصلت، تيجي ترجع له تاني تحس ان انت الموضوع ما بقاش فريش، تحس ان انت كانك بتتفرج على حاجه. ده لازم فدي حاله بتحصل لازم تتفرج هي بتاثر على تجربتك وحكمك للفيلم. انا عارف ده، بس انت ما تقدرش تتحكم فيه. انت لازم ترجع تتفرج عليه تاني. هو اصلا بتاع الجنرال دي، سيبك بقى من سنيتش ومش عارف ونايس جايز والحاجات دي. هو ده كان ممكن اقول لك انكت جيمس شويه، بس لا هو بس انكت جيمس رتيب يعني. رتيب في ايه؟ يخرب بيتك، ده فيلم مجنون. انا شفته غير كده ما شفتوش قريب للعباسيه خالص. مجنون. راجل مجوهرات بيعاني وعمال. ايوه بس ستايله بقى، الحركه بتاع العالم كده غريب. هو عشان حط الباسكت، والباسكت بتعمل تنشن برضه جامد. باسكت كان في كيفن جارنيت. ايوه الخاتم دي أيوة. اكتر حته بحبها فيه بصراحه. فهو everything everywhere all at once. والناس تقول لنا برضو رايهم في انا برضو شفت الفيلم ده 7 مرات 8 مرات ولا حاجه عشان اعمل عنه حاجه. يا جماعه اي فيلم على الشانل عندي انا شايفه فوق 6 مرات. شوف بجد والله. لو في مثلا سيجمنت كده اكتر افلام اتفرجت عليها تخش على قناتك. بجد والله، ده بجد والله. عندك افلام وحشه او تحطها في ليبلز كده، افلام وحشه، بس غير الافلام الوحشه اللي هي الوحشه
لدرجه وحشه اللي هو ما يتكلمش عليها، اللي هو بتشوفه وترميه. لا، هل في فيلم حلو بس انت ممكن تحطه في الليبل ده فيلم وحش؟ لا مفيش خالص. صعب. انا اصلا يعني ضد ان حاجه تقال عليها فيلم وحش. لا مش للدرجه دي، مش بهذا العمق يعني. بس نادرا ما ببقى داخل فيلم وسامع عنه ان هو وحش وبتفرج عليه، فاهم؟ ده اللي كنت بتكلم عليه من شويه معاك. فصعب موضوع ان انت بتسمع اراء قبل الفيلم بتاثر ليك كده داخل الفيلم كده بس لو حاجه كونتروفيرشال لا بخش احكم انا. بس في فيلم اللي هو سيء، ده فيلم سيء، ده فيلم وحش، تم الاجماع ان هو فلوب، فخش اتفرج. فاهم؟ لن اكون انا المحنك زي مثلا اخش اتفرج على فيلم فاهم كابتن مارفل جوكر 2 مثلا. انا شفت كابتن مارفل جوكر 2 يتحط في الليبل افلام وحش. ايه ليه؟ انا ما شفتوش بس انا بتكلم على الانطباع بتاع الناس. انطباع الناس كلها ما بتفهمش. ايه رايك بقى في فيلم جوكر 2 ده؟ عبقري. والله العظيم هو فيلم يعني انا برضو فيلم جوكر اصلا يعني انا ما بفهمش لما انت تيجي تقول لي اصل هو مش عارف جاب مين، مش عارف ايه، وخلى مش عارف مين، وده كان المفروض يحصل. طب انت جايين تتفرجوا على فيلم مش هقول لك رايي لان انا ما شفتش الفيلم، فمش هقول رايي خالص. شفت جوكر 2؟ لا بس هقول راي الناس وكده. لا بس هقول انطباع سريع اللي انا شايفه ان ده اللي حصل، وبناء عليه عشان كده الفيلم اتكسر الشخصيه اللي بناها في الجزء الاول. فاظن ان الناس ما تقبلتش فكره ان انا كسرت البطل اللي قعدت طول الفيلم. انا لا اهتم مش عارف كسر بطل مين، ولا انا بهتم بالفيلم اللي قدامي. انا شايف قصه الشخص دوت وبتاع. وعلى فكره احس ان هو ملوش اي علاقه بالجزء، يعني هو اوكي مبني على ان ارثر اتسجن والكلام ده كله في باك ستوري وبتاع، بس لو انت ما تعرفش الجزء الاول عادي هتستمتع بالفيلم. والله اعلم ما اقول شيء، اللي عايز يعاركني يعارك. بس انا يعني انت ده فيلم اتفرجت عليه مره واحده؟ الحمد لله اخيرا فيلم يا جماعه خليه شافه مره واحده شفته في الحلقه دي مره. نروح اللي بعدها. افلام التروما. في حاجه بتتكلم عن التروما يعني؟ لا، افلام بتسبب ما انت مش بتقدر تنساها دايما كده، ان هي تجربه كئيبه، تجربه حاجه فيلم ما تتمناش انت تشوفه تاني من كتر هو حلو، فيلم جامد، بس من كتر ما انت عارف انت مش هتفرج عليه تاني. انا على طول 100% ريكوايم فور ا دريم. واحد من اكتر الافلام اللي بحبها وبكرهها وما اتمناش ان انا اتفرج عليه تاني. وللاسف انا كنت بمارس بعض الانواع كده، ناس صحابي تقول لي رشح لي فيلم، شهره لذيذه، هو عايز مثلا صاحبي عايز يتفرج على حاجه كده لذيذه وبتاع، وانا صاحبه بقى اللي بيتفرج على افلام. فساعات بعملها، بقول له اتفرج على فيلم حلو قوي اسمه ريكويم فور ا دريم. والفيلم ده صايع ليه بقى؟ الفيلم ده على قد ما هو كئيب وما فيهوش اي نوع من انواع المتعه اللي الناس تحب ان هي تشوفها في الفيلم، بس الفيلم بيشدك. الفيلم بيخليك قاعد عارف. انا بصنف الافلام دي، انت لما تتفرج على فيلم زي ريكويم فور ا دريم انت خايف تكون مكان البطل، خايف تقع تحت الادمان، لان انت عارف ان دي مش بعيده عنك. دي مش بعيده خالص ان انت تبقى مدمن استهلاك بقى، مدمن ماده، مدمن تلفزيون. فالمشاهد دايما حاسس كده انا ممكن في يوم ابقى انا هو ده ولا ايه. فبيفضل يتفرج يشوف مصير الشخصيات دي ايه. زي فيلم تاني ايه، مانشستر باي ذا سي. مانشستر باي ذا سي برضو من ضمن الافلام دي، انت عارف شفت 3 مرات. انت ممكن تكون مكان البطل بس خايف، طب افرض انا ما تاقلمتش زيه، افرض انا حصل لي حاجه فعلا وفضلت انت، هي مش بعيده عليك، فاهمني؟ فدي افلام التروما. بس مانشستر باي ذا سي انا ببقى نفسي تتمسح من دماغي المعلومه اللي انا عرفتها جوه الفيلم واتفرج عليه من الاول تاني. المعلومه اللي هي فرقت وغيرت كل حاجه. خلينا ما نقولهاش لان ده مش فيلم مش فيلم ينفع يتحرق خالص. خالص. ولكن انا عارف لما اتفرجت على الفيلم انا قاعد اول ساعه عمال اقول هو يا ترى ايه ده في ايه اللي يخلي الانسان ده ايه ده في مين ايه ده مالهم ليه بيقولوا عليه فيلم مش عارف ايه. ايوه فاهم. وكمان بس بحس انه ده اكتر فيلم الناس محتفظه انها ما تحرقوش. يعني في ناس ممكن تقعد تروش وكده، بس ده اكتر فيلم من درجه ان هو بيخض الناس. عشان هو حقيقي قوي. يعني انا عمره ما اتحرق لي، يعني شوف، ولا انا اتفرجت عليه برضه مش من غير حرق. فالناس محترمه الصراحه في النوت. وحتى اول ما بيتحرق لك بقى في الفيلم وانت بتتفرج بقى، اول ما بيتحرق لك بتقول لا، هو الخضه بتكمل معاك بقى لحد بقيه الفيلم، بس بتبدا بقى تفهم بقى ليه الخضه بتكمل معاك لحد بقيه الفيلم. ممكن اقول فيلم مانشستر باي ذا سي، وفي فيلم كمان الفيلم ده شفته مره، فيلم اسمه ام سام. ايوه بس ما اتفرجتش عليه. عارفه؟ بس عارفه ما اتفرجش عليه بقى. فيلم مؤلم. ما هي دي الجنرا فعلا اللي احنا بنتكلم، اللي هو ما اتفرجش عليه بقى. فيلم يعني صعب، وانا لو كنت في وضعيه تسمح يعني كنت قعدت اعيط كتير قوي، بس انا ما بعرفش اعيط قوي يعني على الافلام. ما تقعدش في الافلام؟ لا بقى يعني اوقات، بس لو كنت في وضع يسمح يعني. عارف ان في جنرا بقى ممكن نسميها افلام العياط. طبعا خليتك تعيط يعني، اصل دي قليله. انا ما بعيطش في الافلام خالص، ممكن اقطع مشاهد بس. انا بصراحه بعيط. لا ما بعرف. وعلى حاجات على فكره ساعات تتفرج على مشهد
مش مشهد ما بعرفش غير بس في بيكس بقى يعني، في حاجات اللي هو بعد ما شفت حاجات كتير قوي رحت. لا بس انا عايز اعرف لو انت ممكن زي في الموضوع ده، انت تتفرج على مشهد هو مش مؤثر، هو مش معمول عشان يعيطك بس فجأة انت بتدمع لسبب ما بقى، في حاجة عملت تلامس مثلا، اللي هو في حاجه حصلت. اذا نخش على افلام السباقات، واللي معانا منهم واحد من اجدد الافلام اللي نزل السنه دي F1. ايه رايك في F1؟ شفتوش. طيب ايه الافلام السباقات اللي انت اتفرجت عليها؟ ما شفتوش وندمان، انا اسف يعني انا عارف ان انا ما شفتوش سينما. انا سمعت ان هو تجربه استثنائيه فكان نفسي اشوفه. كنت لسه انا في بسم الله الرحمن الرحيم شفت فيلم اسمه رش جامد، عارفه. وفي فيلم تاني فورد فيرسس فراري. فورد فيرسس فراري ده كان من اكتر الافلام اللي فيها قصه في السباقات. خطير فورد فيرسس فراري 2019 صح؟ 2000 عشان كده لان انا السنه دي، ما انا 2019 كان عندي 17 سنه. فيها فورد في فراري وفيها ذا ايرش مان. ما انا بقول لك انا لما كان عندي 17 سنه كنت بتفرج على ايرش مان. ففورد فيرسس فراري رهيب. رش اعتقد كان في حاجه علقتني برش اكتر، مش فاكر ايه هي المشهد. لا في طريقه صنع الفيلم ذات نفسه. فرش كنت بحس نفسي كان في كده شوتس المخرج واخدها من جوه العربيه السباق ذات نفسها، فكنت تحس انك فاهم انت اللي بتسوق بقى وانت قاعد بتتفرج. لا مش بي او في كان حاجات بقى من جوه العربيه ذات نفسها، الموتور وهو بيتحرك شوتس. الموتور من جوه هو الزيت مثلا بيعمل حاجات كده. انت شفت رش؟ فاكره؟ انا بالنسبه لي رش من احلى افلام السباقات في مشاهد النهايه. المشهد النهايه اخر 20 دقيقه مش طبيعي. خطير. بالنسبه لي ده لوحده غير باقي الفيلم. خطير. فانا ليا ترتيب اصلا في افلام السباقات. بالنسبه لي افضل تجربه لسباقات هتكون في F1 اللي انت لازم تشوفه في السينما بصراحه. لازم اشوفه. بالنسبه لي افضل قصه في افلام السباقات فورد في فيراري. اوكي. قصه مش طبيعيه. منطقي. ممكن نحط شويه في التكنيكاليتيز تروح لرش. رش كان فيه فعلا زي ما انت قلت كده شويه مشاهد حسسك مشاهد معايا اكتر. انت قاعد جوه العربيه معاه. بس يعني عايز اشوف F1 دلوقتي. هي F1 للاسف هيبقى مظلوم معاك قوي ان انت هتشوفه على شاشه بجد. التجربه هتبقى عاديه جدا. حصل خير. بس لا يستدعي ان انت تتفرج عليه برضو. بس مش قادر اقول لك كل مميزاته هتفتقدها اللي كانت موجوده مش هتلاقيها فعلا، لان هو فيلم عارف انت، فيلم كلاسيكي جدا بقصه متوقعه جدا ببراد بيتيه جدا. كل حاجه كل حاجه ماشيه الا تجربه السينما والمؤثرات الصوتيه وصوت العربيات. نشوف لنا هوم ثياتر بقى ولا ممكن لو نزل في السينما تاني بقى. اذا ممكن نروح لافلام الغموض. بالظبط. قول لي انت، لان انت لما بتقول اسامي افلام بفتكر. انا افلام الغموض بالنسبه لي، انا مش عايز اقول افضل افلام بس عايز اقول الافلام اللي قاعده تخليك حاسس مش فاهم حاجه والفيلم يخلص وانت مش فاهم حاجه برضه. بجد انا عايز اخدها للسكه دي، لان افلام الغموض الناس كلها عارفاها، افلام الثريلينج بقى والميستري معروفين. بس انا بيحضرني واحد من الافلام اللي عجبني، بس انا قررت مش هرشحه لان عارف ان انا ما فهمتوش وما فهمش هو كان عايز يقول ايه. بس كان فيلم لذيذ حلو. فيلم You Were Never Really Here بتاع خواكين فينيكس. فيلم كسب جوائز في مهرجانات واتعرف وكل حاجه. نزل من قريب؟ لا نزل 2017. فده من افلام الغموض يعني، مش بقول لك اتفرج عليه بس عدى عليا. فيلم غموض مش مفهوم، انت قاعد لحد اخر مش فاهم حاجه، ويمكن لحد اخر مشهد اخر 10 ثواني فهمت شويه كده، فهمت جزء. الباقي بقى المفروض ايه؟ المفروض اروح على اليوتيوب يعني، ولا انت المخرج ايه عامل السيكوال اروح اتفرج على مراجعه ما اعرفش ايه؟ ما بفهمش الافلام دي خالص. فيلم غموض هو بالمناسبه من اسوأ الافلام، واللي بجد انا عندي مشكله مع فيلم انمي. ايه ده بجد واحد من اسوأ الافلام اللي انا مش فاهم انت عايز تقول ايه. ماشي، طب ما انت ممكن تتفرج عليه تاني وتفهم. لا هو مش عايز يقول حاجه، هو عايز كل واحد يخلق شيء ما من الفيلم ويبدا ان هو يتكلم عليه، ولكن ده انت كده دي حاجه جامده قوي. لا انت كده ما حكيتش حاجه. انت المفروض تمسك قصه وتحكيها لي ماشي، ما توضحهاش، سيب جزء منها سريالي او جزء منها غير مادي كل واحد يترجمه، لكن ما ينفعش يبقى الفيلم من اوله لاخره يلا انا ما بحكيش على حاجه، انا بحكي لك شويه حاجات كده وانت بقى يلا قول اي حاجه بقى، لا تحتمل الصواب او الصح. انت كده فتحت الدايره بطريقه يعني مش سينمائيه خالص. انت ممكن تفتح لي جزء تبدا لي البيلدينج. صعب فاكر الفيلم فتمام يعني. بالظبط. ولا انا فاكر الفيلم على قد ما انا فاكر ان انا خلصته. انت عايز ايه يا كابتن؟ رجعت المشاهد تاني احاول افهم، طب يمكن قصده هنا وهنا، طب يمكن ربط، واخش اتفرج مثلا على اي حد بيتكلم، كل واحد بيكون عنده موضوع مختلف تماما. طب ايه؟ هل انا المفروض اطلع يبقى عندي موضوع عاشر؟ هو ده هدف المخرج، مش ان هو يعمل فيلم حلو او في حاجه. اتفرج عليه تاني واوعدك واكلمك. عندي يعني معضله شويه مع ماشي. انا ممكن اقول لك فيلم شاتر ايلاند. طبيعي طبعا
شفت انا في البيزك منه ازاي. هو ده رجل بيتفرج على افلام قليله، بس بيتفرج على افلام بصراحه. بس مش هجيب لك فيلم اوروبي غامض يعني محدش هيكون عارفه. مش هقول لك على الحاجات اللي انا شاتر عارفها. ايلاند، نهايه غير متوقعه. فيلم خطير لايت هاوس يصنف في نفس الكاتيجوري. لايت هاوس تصدق فيلم غموض قوي برضه. انا شفت لايت هاوس كتير برضو. هقول لك ليه والله عندي سبب. قول لي. انا عشان عملت عنه حلقه برضو يعني هو السبب ما اختلفش، بس عشان ده حلو ان كان احنا اول بنلف ونلاقي افلام انت اتكلمت عنها. ده كان اول ذا لايت هاوس برضو 2019 بالمناسبه. حكايتك. ده كان اول فيلم اعمل عنه حلقه بشرح بحلله، عشان كده اتفرجت عليه كتير، شفته كتير قوي. فلا عظيم يعني. هو بقى اللي عرفني بقى على السينما بيرجمان بقى والقصص الجانب ده من الخياليه. فيلم خطير برضو تصدق. جدع ده رمز. فيلم ذا لايت هاوس. فيلم ذا لايت. ايوه انت تقول جدع رمز هيعليها فين ويحطها بالفولت العريض ويحط صورته. اوكي اللي بعده جنرا. انا اختلاق لك. قول لنا جنرا ننهي بيها افلام شعريه. افلام شعريه. خليني اقول لك في الافلام الشعريه بالنسبه لي مش شعريه بالمعنى الصريح على قد ما انا فهمتها كده، فهمت القصه بتاعتها كده او الهدف من القصه كده. ترومان شو. لا ده مش فيلم شعري. انت كده غلط، انت كده في مكان غلط. قول لي طيب الفيلم بتاعك. فيلم شعري. السينما الافلام الشاعريه اقصد بيها الافلام اللي انت تحس ان انت بتتفرج على ابيات شعريه مش قصه عاديه يعني. انت شفت انت لما في مثلا بيت شعر بيحكي لك قصه معينه فيخليك تتخيل شعور معين. وشعريه برضو هو مش مصطلح اللي هو فكره المشاعر او الحب او كده، او مش مقتصر على ده يعني، بس مقتصر على فكره انه شعور معين ايا كان بقى، غضب، حنين، حب، كره، حزن، بتاخده وبتأفور فيه قوي. كستريمينج يعني. فبيطلع لك بقى الفيلم. شفت اخر والله حلو. انا بحب الموضوع ده. طب ما انت بقى يعني محتاج تستقبله بشكل معين يعني، محتاج يكون عندك صدر رحب عشان لا عندي بجد في الحاجات دي طول ما الفيلم بجد عايز يقول لي حاجه او عايز يوصل لحاجه جيب لك الهارد بتاعي تاخد شويه افلام. يعني انت شفتش حاجه لتاركوفسكي، جاسبرينو؟ شفت التاركوفسكي. شفت ايه التاركوفسكي؟ مش فاكر ايه. شفت ذا ميرور؟ شفت ايه التاركوفسكي؟ فاكر؟ لا مش فاكر. فيلم علم معايا قوي يعني. اوكي. خد بالك الافلام يعني سنتيمنتال فاليو ده يحسب فيلم شاعري شويه نوعا ما شويه. هل همنت انت اتفرجت عليه اللي نزل السنه دي؟ هل يعتبر شاعري؟ همنت لسه نزل السنه دي وجديد قوي. بتاع سبيلبرج. لا ما اتفرجش على افلام صغيره. بتاع سبيلبرج انتاجه اي ثينك. فبس ارشح لك تشوف اخر ايام المدينه. وفيلم انت ازاي ما شفتش ذا مود فور لاف؟ ده مشهور على فكره. اللي هو انا خلي بالك مش اي فيلم مشهور بتفرج عليه. انت برضه مش لا مشهور لا. قوي يعني. انا اقصد ان هو مشهور بين الاوساط عامه يعني. هو فيلم مش عارف ايه وكده. انا خلي بالك بجد مش بمشي خالص ورا المواضيع دي. ما اي نو يعني والله بحس ان انا حاليا بقيت ان انا لا بتفرج على افلام عشوائيه يعني. رحت فتره اتفرجت على فيلم اسمه دريمز انتاج 79. اوكي. اكيرا كوروساوا. طيب يا عم انت انا بحب بس بقول لك بقيت اتفرج عليه الفتره الاخيره وبروح لها كده من نفسي يعني. الفيلم ده عمري ما سمعت حد عنه، بس انا دخلت كده فجاه ببراوزنج لقيت الفيلم ده، دخلت اتفرجت عليه ولقيته بيحكي عن 7 احلام كان كوروزاوا بيحلمهم قبل ما يموت ان هو طفل، فحكى ال7. حتى الفيلم مش عايز اقول حاجه. قلت لي عليه انت قبل كده. بس المهم ارشح لك فيلم اخر ايام المدينه، ذا مود فور لاف، واشورت فيلم اباوت لاف. فاتفرج على الافلام دي. اي ثينك هيفتح لك باب من السينما كتير جديد انت ما كنتش شايفه قبل كده. خلينا نسمع كلام خولي ونشوف الكلام اللي هو بيقوله والشعر والحاجات الجميله دي. وبس فقول لي اتبسطت في الحلقه؟ اتبسطت جدا والله العظيم. كلام لذيذ. والله يعني بحب لما بتكلم عن افلام اللي هي مش في العادي ببقى فاكرها يعني. لان انا في حته تانية كده. لا الراجل خوليو يا جماعه عنده عمل فيلم اسمه الحائط، ربنا يخليك، موجود على اليوتيوب لو حد عايز يروح يتفرج عليه ويعطينا رايه. طبعا هو لو اي حد قال رايه وحش هيمسح له في الكومنت. لا والله سايبهم عادي. لا فعلا عادي. انا مخرج رجل ديمقراطي بيقبل الاراء. وبس يا جماعه شكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو لحد فاكر الحائط يحسب فيلم شاعري، بس ما بحبش اصنف نفسي، بس بقول لك ما انت صنفت نفسك. بس بقول لك يعني مش هتنسى ليه فعلا ورا في الليل. بس لو عايز تفهم الجو هو شبه كده. فهمتك. لا فهمت، لان انا متاثر بحاجات كتير قوي، هو طالع شبههم. ماشي خلاص. فبس يا جماعه نشكركم على الفيديو. ما تنساش تعملوا لايك، سبسكرايب بقى القناه عشان ندي شويه فيديوهات الفتره الجايه. ايوه طبعا طبعا يا كابتن. قناتك هسيبها لهم في الديسكربشن. يلا سلام عليكم.